السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مرة أخرى في مطبخ ريم أو ريمز كيتشن. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم تشكيلة من المملحات بعجين واحد تشكلي به 3 ديال الشكيلات أو 4 أو حتى 5. فأنا هنايا خديت غير 3 ديال الشكيلات بعجينة وحدة، وكما كتشوفوا كيجوا رائعين وراقيين. ممكن تشكلي بهم بلاطو ديالك في رمضان. ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم، فبقوا معايا الى اخر الفيديو تشوفوا مكونات وطريقه التحضير. فغادي اول شيء غادي ناخذ واحد الاناء، غادي نضيف له 500 غرام ديال الدقيق اللي نكون غربلناه من قبل. نضيف له قريصه ديال الملحه او قرصه ديال الملحه ما يعادل ملعقه صغيره، وملعقه صغيره ايضا ديال خميره الحلويات، وغادي نجمعو بالماء يكون دافئ، وممكن غير من الروبيني فماشي ضروري يكون سخون. فما عندناش الخميره اللي غادي تخمر يعني خميره فوريه، فهنا درنا غير خميره الحلويات فقط. فغادي نجمعو بالماء ولكن غير بكاس عنبه، فما نكتروش الماء، يعني العجينه خاصها تكون واقفه ماشي جاريه وماشي تلصق في اليدين، يعني مثل العجينه ديال المسمن تماما. كتجي واقفه وكندلكوها وكنخليوها ترتاح باش تطلق لينا مزيان. من بعد ما غادي نجمعها بالماء كما كتشوفوا، غادي نجمعها غير بصبيعات يديا، فما غاديش ندلكها في الاول مزيان، نخليها ترتاح واحد 10 دقائق ما بين ما يعني كملت شغالات ديال الدار ونرجع ليها. وفاش نرجع يعني كنضيف ليها واحد الملعقه ديال الزبده كتكون لينه، يعني ما كندوبوهاش، كندخلوها في العجين وحنا كندلكو في نفس الوقت. كندلكو في نفس الوقت مزيان العجين ديالنا كما شفتوا، كتبدا تطلق لينا وتهشاش معنا، يعني ما كتعذبناش في الدليك، وحنا كندلكو مزيان حتى كنحسوا بلي ان الزبده دخلات للعجين كامل. وكنديروها في واحد الساشيه وكنخلوها تطلق بسرعه. هنا انا مزروبه عليها يعني باغياها في نفس النهار، فغادي نديرها في الساشي، فهو كيساعدني باش العجينه كتطلق كما شفتوا، كتطلق معايا بدون ما ندلكها، فكتكون عجينه ناجحه جدا. غير عطوها وقيتها ديال باش ترتاح فقط. غادي نقسمها الى قطع بهذا الشكل هذا، وغادي نقسمها 3 ديال القطع، حيت انا غادي نشكل 3 ديال الشكيلات مملحات، ممكن تقسموها حتى ل6، فهي عجينه تبارك الله يعني كبيره، ممكن تشكلوا منها 6 ديال الشكيلات وغادي يبقى لكم عاد العجين. يعني انا هنايا غير 3 شكلتهم فقط، درت معكم عطيتكم غير مثال او اقتراح، ومن بعد نتوما تقدروا تشكلوا شكيلات اخرين. هذا مجرد كان اقتراح ديالي. غادي نديرهم قريصات بحال ديال المسمن ونخليهم يرتاحوا، نغطيهم بساشيه وندهنهم بزيت المائده ونخليهم جانبا ما بلا ما حضرت الحشوه ديالي اللي غادي نحتاج فيها هاد المكونات. اول شيء نحتاجو الحبه من الفلفل الاحمر، حبه من الفلفل الاخضر قطعتهم قطع صغيرين، وغادي نحتاجو ايضا حبه من البصل اللي نشلضوها من قبل اولا نفرموها يعني في الطحانه، وكذلك حبه من الجزر وحبه من القرع الاخضر او الكورجيت. غادي نحكوهم في الحكاكه رقيقه، وغادي نضيف لهم باقي التوابل اللي هما نصف ملعقه صغيره من الابزار او الفلفل الاسود، وملعقه صغيره من الملحه، وملعقه صغيره من البابريكا او الفلفل الاحمر، وكذلك شويه من زيت المائده او زيت نباتي. غنديروهم في المقله من فوق نار تكون مهيله طبعا، ونخليهم يتشحروا، وحنا كنحركوا في نفس الوقت بملعقه خشبيه حتى كيطلقوا لينا المرق وكيدبالوا بهذا الشكل. كنضيفوا لهم قطع من الدجاج او الديك الرومي اللي قطعناهم الى قطع صغارين باش ما يتقبوش لينا الورقه، فما نديروهمش كبارين القطع، وكنضيفوهم لباقي الخليط اللي تشحر في المقله ونحركوه في نفس الوقت. ومن بعد كنضيفوا لهم ملعقه صغيره ديال البودره ديال الثوم اولا صلصه الصوجا اللي كيكون متوفره
زيتنا كاملين باش يعطينا واحد المذاق واحد النكهه الحشوه او الحشو اللي غنديروه في الورقه. من بعد ما خليناها جانبا تبرد لينا في واحد البلاطو او صفيحه، غادي نمشي باش نحضر العجين. غنبدا بالقريصه الاولى نجيبها ونكون موجده واحد زلافه، نكون ضفت ليها شويه ديال زيت النباتيه، غادي نورق بها العجين. غادي نحاول نطلق العجين كما شفتوا معايا، فهو تطلق معايا بسرعه وساعدني بزاف. يعني العجينه كانت ناجحه معايا كما كتشوفوا. فاش كتشوفوا دوك الفقاعات في العجين فعرفوا بلي ان العجينه ديال المسمن كتكون ناجحه وكتجي مورقه احسن من الورقه اللي كنشروها للبسطيله. والله الا كتجي رائعه جدا، وخاصه يعني عن تجربه، ماشي كل مره نعتمد على هاد الوصفه ديال العجين فكتنجح معايا 100%. ننصحكم باش تجربوها، فغادي تعجبكم 100% وتنجح معكم ان شاء الله. غير عطوها وقتها نتاع الراحه فضروري ما ترتاح. من بعد ما ورقتها مزيان فانا غادي نبين لكم الطريقه بالنسبه للمبتدئات، فما حاولتش نزرب المقطع في الاول يعني باش تشوفوا الطريقه. غادي نحاول نطوي العجين على شكل مسمنه، وانا كنرش بالزيت في نفس الوقت باش يجينا العجين مورق. كنحاول نقادها ونقرصها في جنيبات ونطلقها ونطويها على شكل مربع بهذا الشكل هذا، وكندهن بنفس الطريقه بالزيت، وكنخليوها جانبا نقادوها ونخليوها في واحد الصفيحه جانبا ونغطيوها بواحد الساشي باش ما يضربهاش الهواء وتنشف معانا او تشرقل من الفوق. وغادي نجيب القريصه الثانيه بنفس الطريقه اللي درتها في الاولى. غادي نبدا نقرص القريصه الثانيه، غادي نحاول نورقها بزيت المائده، فهنا زرفت المقطع باش ما نطولش عليكم. نقرصها بنفس الطريقه بالزيت وانا كنرش نستمر على نفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديال العجين اللي عندي كامله. وضروري ما نطلق العجينه مزيان باش تجينا مرقه من الداخل، فإلا خليناها غليظه فما غاديش تنجح معنا، او هاد المملحات او التشكيله ديال المملحات اللي درناها ما غاديش تنجح. كما شفتوا فالسر ديال العجين هو دوك البواقات اللي كيطلعوا لينا الفوق في العجين، فهما السر ديال النجاح ديالو. فالعجينه كتجي مرقه لداخل وكتجي مطلوقه وكتساعدنا فاش نطلقوها. صافي من بعد ما قرصتهم بثلاثه فغادي نبدا بالقريصه الاولى اللي درتها على شكل مسمنه. كما شفتوا انا جبتها دابا وعاودت لها ورقتها من جديد، وغادي نقطعها بالقطاعه ديال البيتزا اولا غير بموس اللي كان متوفر على 4. فالقريصه الاولى قطعتها على 4 وغادي نعمرها بالحشوه بهذا الشكل. نضيف واحد الملعقه كبيره ديال الحشوه في الوسط. فانا هنايا باش نستغل الفرصه ونكمل يعني بسرعه، فكنعمر الحشوات يعني متساويين في نفس الوقت، وكنضيف الفرماج في نفس الوقت كذلك، ومن بعد كنجمعها بهذا الشكل كتجيني على شكل مربع. فالقريصه الاولى درتها على شكل هذا المربع، والقريصه الثانيه كذلك بحالها، القريصه الثالثه كذلك، حتى نكمل هذه الكميه اللي درتها في القريصه الاولى. يعني التشكيله الاولى درتها على هذا الشكل. يعني ممكن ديروا تشكيلات اللي بغيتو، فكل واحد حر في الاختيار وكل واحد والشكل اللي كيعجبو. يعني ماشي في الشكل كان مجرد اقتراح بالنسبه يعني مني انا لكم فممكن تغيروا في الشكل، انا اعطيتكم غير الوصفه فقط. القريصه الثانيه غادي ندير لها نفس الشكل، غادي نقطعها على 4 بهذا الشكل هذا. نحاول نقادها ونضيف ليها الحشوه في الوسط كما كتشوفوا معايا. ممكن تضيفوا الفرماج ديال الساندويتش، ممكن ما تضيفوش. فانا بالنسبه لهاد الثانيه ما ضفت لهاش الفرماج، ضفتو غير في الاولى غير باش ننوعوا فقط في المذاق. وغادي نزينها
بحبيبه او بقطعه من الفلفل الاحمر، فانا قطعتهم الى قطع، فكيعطي واحد المنظر زوين في الاخر فاش كيطيبوا. كنجمعها على شكل بريه. هنا ما غاديش نقلبها، غادي نخلي الوجه ديالها بهذا الشكل ماشي كما الكريسه الاولى، وغادي نجمعها هكذا بجنيبات كتجي كما الورده، وكنقبطها باش ما تتحلش ليا في الفرن بواحد القطعه من الفلفل الاحمر. ممكن تستعملوا غير الزيتون، ممكن تستعملوا اي حاجه متوفره عندكم. انا غير باش نخالف في بعض المرات كنبغوا نخالفوا، وكندير هاد القطعه ديال الفلفل الاحمر جاتني في راسي وقلت نزين بها. من بعد ما كملت الكريسه الثانيه غادي نمشي باش نشكل الكريسه الثالثه. غادي نحاول نطلقها على شكل مربع كبير يعني. فانا هاد الطريقه جرست معكم في الاول علاش كالمسمنات وخليتهم ارتاحوا، من بعد عاد بديت بالمسمنه الاولى عاود سرحتها للمره الثانيه وكنحاول نقطعها، فكتعطينا التوريقه مقرمشه لداخل. فضروري من هاد الطريقه الا بغيتو تنجح معكم. غادي نحاول نعمرهم. هنا انايا قطعتها على شكل 6 يعني ديال القطع، وغادي نعمرهم بالحشوات بهذا الشكل هذا، ولكن في هذه المره فانا غادي نجمعها على شكل دوائر صغارين. كنضيف لهم قطعه من الفرomاج ديال الساندويتش وغادي نجمعها على شكل دوائر. غادي نحاول نجمعها غير من التحت وفي نفس الوقت نقادها مع الجنيبات، وكنحطها في اللاطه الخاصه اللي غادي ندخلها للفرن. ومن قبل كنكونوا موجدين طبعا الصفيحه اللي ندخلوها للفرن مفرشين فيها ورق الطبخ، والا ما كانش متوفر عندكم فدهنوا غير اللاطه اللي غادي تدخلوها للفرن بشويه ديال زيت نباتيه، وكان نحطوا فيهم هاد المملحات. من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله ديال العجين، فانا حضرت هنايا واحد شويه ديال الحليب مع الفلفل الاحمر او البابريكا، وكندهنهم بها بدون ما نديروا البيض. فإلا ما كانش متوفر عندكم البيض فغير الفلفل الاحمر شويه ديال الحليب فهما كافيين. وانا غادي نزينهم بالنسبه لهذوك اللي زينتهم بقطعه من الفلفل الاحمر غادي نزينهم بالجنجلان الابيض، فكيعطيها واحد المنظر زوين. الابيض والاحمر كيعطي واحد الكولور يعني متناسق. وبالنسبه للمسمنات اللي درتهم على شكل مربع فغادي نرشهم بشويه من الخليط ديال السانوش. فانا هنايا حاولت نزينهم بالسانوش باش نخالف المنظر، وكذلك بعض الحبيبات فانا خلطت ما بين الزنجلان والسانوش. واما الشكل اللي على شكل دائره فانا زينته بالفرomاج فقط من الفوق باش يعطينا واحد المنظر. من بعد ما خرجتهم من الفران فهما جاوا بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، جاوا مفشفشين ومقرمشين في نفس الوقت وبحشوه رائعه كما شفتوا هشاشين. فنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، فجربوها فكتجي لذيذه كما شفتوا كيجيو مورقين وغير وريقات يعني ماشي غلاطين في الوسط ومفشفشين. فكما كتشوفوا معايا فانا هزيت حبيبه معكم باش تشوفوها يعني كيجو ناجحين 100%. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، فغير جربوهم. فمنها بنادم كيبدل من المملحات اكثريه في رمضان الكريم، فكنحتاج الوصفات كثيره وكذلك مغايره في نفس الوقت، فكل نهار كنحتاجوا شهوه جديده. فان شاء الله هاد المملحات غادي يعجبوكم وينالوا الاستحسان ديالكم. وما تنساوش الى عجبكم ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. وبالنسبه للناس اللي جدادين معنا فما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد الوصفات ديالي. وشكرا على المتابعه، والى اللقاء الى فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله.